أما اليوم فنشرع في الحروف الثلاثة المستفلة التي كانت العرب في زمن النبوة تفخمها في بعض أحيانها، وهي ألف لام را كما أسلفت سابقا. فنبدأ بحرف الراء، وهذا الحرف كانت العرب تفخمه في بعض أحواله. أحكام الراء أيها الإخوة، يعني بعض إخواننا يتهيبون منها لكثرة حالاتها، وبعض من ألف في التجويد يبالغ في التفريع عندما يسرد ويذكر أحكام الراء، فتجد الطالب لا يعرف نفسه من أين دخل ومن أين خرج، فتلتبس عليه المسائل. سأحاول جاهدا أن أذكر أحكام الراء من خلال أبيات منظومة الجزرية، مسهلا ومرتبا لها وحاصرا لها بقدر ما أستطيع، فانتبهوا حتى تستفيدوا بارك الله فيكم. حالات تفخيم الراء التي كانت العرب تفخمها 8 حالات، وكانت العرب ترقق الراء في 4 حالات، وكانت أيضا بعض القبائل تفخم وبعض القبائل ترقق في حالتين. أعيد: حالات تفخيم الراء 8، حالات ترقيق الراء 4، حالات جواز التفخيم وجواز الترقيق 2 أو 2. أنتم احفظوا هذه الأرقام الثلاثة: 8 ونصفها 4 ونصف 4 2. هل هذا صعب؟ ما أظن أنه صعب. 8 تفخيم، 4 ترقيق، 2 جواز الوجهين. هذا هو المدخل. المدخل الثاني دائما بارك الله فيكم فتح الراء أو الفتح بشكل عام. الفتح والضم موجب التفخيم في الراء، والكسر موجب الترقيق، سواء كان كسرة أو أم الكسرة. أم الكسرة مين؟ الياء. إذن هذا المدخل الثاني الذي من خلاله نستطيع أن نستوعب حالات الراء كلها. 8 حالات تفخيم، 4 ترقيق، 2 جواز الوجهين. الفتح والضم موجب التفخيم للراء، الكسر أو أم الكسرة وهي الياء موجب الترقيق. إن حفظنا هذه الكليمات التي قلتها الآن نستطيع أن ندخل على أحكام الراء ونستوعبها بإذن الله تعالى. أما إمامنا الجزري رحمه الله ورضي الله عنه فأراد أن يقلل الكلام في هذا الباب، فذكر حالات الترقيق باعتبار أنها 4 وأقل من حالات التفخيم، وذكر حالات جواز الوجهين، ولم يذكر حالات التفخيم، وكأنه يقول للمتلقي: ذكرت لك حالات الترقيق فاعرفها، وحالات جواز الوجهين فاحفظها، وما عدا ذلك ففخم الراء. لذلك نجد بأنه رحمه الله أجمل حالات الراء في 3 أبيات، وإن شئت فقل في 2 ونصف. ما هي الأبيات؟ قال رحمه الله، أرجو أن تنتبهوا، قال: ورقق الراء إذا ما كسرت، كذاك بعد الكسر حيث سكنت. ثم قال: إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا. ثم ذكر حالة من حالتي جواز الوجهين، قال: والخلف في فرق لكسر يوجد. ثم نبه فقال: وأخفي تكريرا إذا تشدد. سنلحظ بأن إمامنا الجزري يعني فاته بعض حالات ترقيق الراء في الجزرية لم يذكرها، سنلحظ ذلك بعد قليل، ولكنه ذكرها في النشر، في كتابه النشر، الكتاب الضخم الذي قلت لكم إنه عند القراء بمنزلة صحيح البخاري عند المحدثين. ففي باب الراءات في هذا الكتاب الضخم المجلدين استوعب إمامنا الجزري حالات الراء باستفاضة للقراء ال10 لا لحفص وحده، واستوعب حالات جواز الوجهين. لكنه لا أدري لماذا هنا في أبيات الجزرية لم يذكر بعض حالات الترقيق
ولم يذكر إحدى حالتي جواز الوجهين. على كل حال سأذكرها أنا لكم إن شاء الله تعالى. سندخل الآن على حالات التفخيم التي لم يذكرها إمامنا الجزري اعتمادا على أنه ذكر الترقيق وجواز الوجهين، وما عدا ذلك فالراء فيه مفخمة. ما هي حالات تفخيم الراء الثمانية؟ سندخل عليها من خلال اللوحات التي ترونها إن شاء الله تعالى الآن تباعا. نرى على اللوحة التعليمية باب الراءات. قال إمامنا الجزري كما نرى في البيت 41 والثاني 40 والثالث 40: ورقق الراء إذا ما كسرت، كذاك بعد الكسر حيث سكنت، إن لم تكن من قبل حرف استعلى، أو كانت الكسرة ليست أصلا. والخلف في فرق لكسر يوجد، وأخف تكريرا إذا تشدد. هذا ما ذكره إمامنا الجزري عن ترقيق الراء وجواز الوجهين. ننتقل إلى اللوحة التالية وفيها أمر هام، وهو يتعلق بما مر معنا سابقا من مخارج الحروف، وهو أن الراء تخرج من طرف اللسان، لكن كما نرى على اللوحة الراء المفخمة نعم هي من طرف اللسان، والراء المرققة هي أيضا من طرف اللسان، ولكن انظروا إلى الجزء الخلفي من اللسان في كلتا الحالتين. لاحظوا بارك الله فيكم أن مؤخرة اللسان في حالة تفخيم الراء قد ارتفعت قليلا وتقعر وسط اللسان. كما لاحظوا أيضا في الصورة اليمنى أن لسان المزمار قد رجع إلى الوراء قليلا فأحدث تضيقا في الحلق. بينما لو تأملنا الصورة التي عن يسار اللوحة نجد بأن مؤخرة اللسان لم ترتفع ولم يتقعر وسط اللسان، كما أن لسان المزمار لم يرجع إلى الخلف، وبالتالي لم يحدث في الحلق لم يرجع لسان المزمار إلى الخلف، ولم يحدث في الحلق تضيق. فلو قلنا مثلا كالصورة اليمنى من اللوحة، لو قلنا أر، جربوا هكذا أر أر أر، لو تأملتم أقصى ألسنتكم لوجدتم بأن هناك ارتفاعا قليلا وتقعرا لوسط اللسان. أر. أيضا تلاحظون بأن لسان المزمار قد رجع إلى الوراء فأحدث تضيقا في الحلق نتج عنه وهو سبب من أسباب التفخيم بالإضافة إلى ارتداد الصوت عن قبة الحنك. أر أر الرحمن الرحيم رمضان كفروا القرآن. بينما في الصورة التي عن يسار اللوحة الريح كريم ربا الرجال، لا نجد بأن أقصى اللسان قد ارتفع، ولا نجد بأن لسان المزمار قد رجع إلى الوراء فأحدث تضيقا. أرجو أن تنتبهوا وتتفاعلوا مع هاتين الصورتين، لأنه بقدر معرفتنا بأوضاع اللسان داخل الفم نستطيع أن ننطق الراء المفخمة نطقا صحيحا، كذلك الأمر بالنسبة للراء المرققة.